السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شكرا من أعماق قلبي للمملكة المغربية وللشعب المغربي لوقوفهم بجنب الثورة السورية. كل الحب والاحترام من ثوار سوريا للشعب المغربي، والله العظيم انهم يستحقوا الاحترام ويستحقوا الشكر. دعواتكم لاخواتنا المجاهدين، تحياتي لاهل المغرب. عاش الملك، عاش الملك، نبقى بوجه الملك. فالجزائر هي في الوجدان بالنسبة لنا كجيل وللأجيال القادمة. العلاقة بين سوريا والجزائر مبنية على وقوف سوريا إلى جانب الجزائر خلال الثورة، ووقوف الجزائر عبر عقود إلى جانب القضايا العربية والقضايا السورية تحديدا، وكل القضايا السياسية الأخرى. ومن الطبيعي أن نرى هذه العلاقة تظهر بشكلها الناصع والجميل خلال هذه الحرب. لم نشعر بأن هناك أشخاص أتوا من دولة بعيدة، شعرنا بأن الجزائريين أتوا من قلب سوريا ليساعدوا السوريين. هذا هو الشعور الحقيقي والصادق الذي نشعره تجاه كل مواطن جزائري عبر هذا الجيل وعبر الأجيال السابقة وإن شاء الله اللاحقة. أكدت الجزائر موقفها الثابت وتضامنها المطلق مع سوريا في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تتربص بسيادتها ووحدتها وحرمة أراضيها وكذا أمنها واستقرارها. جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها ظهيرة اليوم وزير الدولة وزير الخارجية الجزائري مع نظير السوري بسام صباغ. بيان للخارجية الجزائرية أفاد بأن الاتصال سمح للوزير عطاف بالاطلاع على التطورات الأخيرة للأوضاع في شمال سوريا. المغاربة يقدمون المساعدات لأهالي مدينة حلب. شكرا أهل المغرب. حملة خيرية من المغاربة في بلجيكا لأهالي مدينة حلب. طبعا ما شاء الله، الله يجزيكم خير لكل شخص يساعد. وللعالم سيشهد انه لحلب اياما عظيمه يا رب. باذن الله سبحانه وتعالى. نحن كمؤسسه بلجيكيه لم ناتي الى هنا الا لاجل اهلنا واعراضنا يا رب، ونقول وبالله التوفيق هذا الظلم ان شاء الله سيرفع عن حلب باذن الله، امين، وقريبا عن سوريا باكملها. اسال الله يتقبل منكم. شيخ خير، شيخ سور، merci pour chacun qui est participé pour les peuples حليبو. On a besoin de vous. merci beaucoup à الجاليه المغاربيه المباركه التي تبكي على اهل الشام وعلى اهل حلب. اسال الله يتقبل منكم ايها المغاربه الشرفاء. شكرا. والله شكرا أهل المغرب، والله تقشعر الأبدان. هنا حلب سترجع الى القيم الله التي استقبلت العالم باسره من خيره وعطائه، واستقبلت اهل العراق واستقبلت اهل لبنان، وهذا بفضل الله ثم بفضل هذا البلد وهذا الشعب الطيب. اللهم لك الحمد حتى ترضى الله الله، ولك الحمد على رضيك يا رب. لك الحمد على انك اكرمتنا قبل مماتنا ان دخلنا الى حلب الشهداء، حلب العراقه، وقريبا نراكم في اماكن. هذا اقل ما يوجد في الايام جايه، والخير سياتي الى حلب كثير. باسمي وباسم كل أحرار سوريا كل الحب والشكر والثناء لأبناء الجالية المغربية في بلجيكا، الشعب المغربي الكريم. ثالث يوم تحرير حلب وصلت المساعدات المغربية من الجالية المغربية في بلجيكا. ما شاء الله عليكم، كل الحب والاحترام. والله الشعب المغربي كما عهدناه وجدناه. كل الحب ديما. كتير تعليقات داعمة وصلتني من الشعب المغربي الشقيق، وكتير حبيت هذا الشيء وكتير لمسني هذا الشيء، لأنه نحن كسوريين أحرار بعد كل التضحيات اللي قدمناها بثورتنا العظيمة صار بدنا هذا الدعم المعنوي والحنون من أي شعب عربي، خاصة بظل الظروف اللي عم نتعرض لها. شكرا كتير يا شعب المغرب، شكرا كتير يا أحرار المغرب، شكرا لكل الدعم اللي دعمتونا يا سوريا وأحرارها ما رح ينسوا دعمكم العظيم لنا اللي نحن دائما بأمس الحاجة له.
شكرا للمغرب، شكرا لشعب المغرب. تقصدت اعمل فيديو وراي الزلاج المغربي اللي كل العالم بيحاول يخنشلوا ويسرقوا. الحضارة المغربية، الزلاج المغربي العريق، الفن والابداع بهذا الزلاج مستحيل تشوفه باي مكان بالعالم تقول لي هذا شغل دولة فلان وشغل دولة امريكا ولا ما بعرف مين. هذا مغربي بامتياز، وكل شيء بقول غير هيك كذاب. الحضارة والعرق والتاريخ، العراقة والتاريخ مغربي بامتياز يا جماعة. نحن هلا بجامع الحسن الثاني تبارك الله بتشوفوا اشكال العراقة والهندسي والزخرفة المغربي بامتيازهم. بتشوفوا قديش هالمملكة المغربية هي من أقدم مملكة في التاريخ، أقدم مملكة في العالم، المملكة المغربية الشريفة. شوفوا العراقة والجمال والتاريخ، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ودائما زلاج المغربي حاضر. هذا الزلاج المغربي بنعمل قطعة بقطعة، شايفين قطعة صغيرة قطعة صغيرة بيركبوها ما شاء الله، تعطي هاللوحة الفنية الحلوة. تحيات أخوكم السوري.